عنوان فيديو النهارده ممكن تحسوا ان هو غريب شويه، ان الاتحاد السكندري يعتبر سبب من الاسباب اللي خلت وجود محمد صلاح كنجم عالمي مصري. هتقول لي يا عم ازاي؟ انت بتتكلم في ايه؟ اتحاد سكندري؟ معلش والنبي بس ما تستقلش بالاتحاد السكندري، الاتحاد السكندري ده سيد البلد يا جدع. بس برضه ايه؟ اعرفك انا ازاي؟ اتقل عليا كده واحده واحده. تعالى وانا احكي لك. بص يا سيدي، في موسم 2010 2011 كان في ساعتها الاتحاد السكندري كان هيهبط. طبعا كلنا فاكرين ده الموسم اللي كان وقتها بتاع الثوره. ساعتها فعلا الاتحاد السكندري هبط في نهايه الموسم، بس وقتها طبعا مشجعين الاتحاد السكندري رفضوا ان الاتحاد ينزل، وحصلت مظاهرات وفعلا راحوا عند المنطقه الشماليه العسكريه. وفعلا في اغسطس سنه 2011 صدر قرار بعدم هبوط الاتحاد السكندري. ايه الصدفة مين يكون ساعتها هابط برضو مع الاتحاد السكندري؟ يكون ساعتها اللي هابط معاه نادي المقاولين. مين اللي بيلعب في نادي المقاولين؟ محمد صلاح. ساعتها كان على فكرة بدأ يتشاف كده شوية، وعارفين قصته وقتها ان هو كان هيروح الزمالك والكلام دوت، بس ما حصلش ساعتها نصيب، وفعلا كان هينزل مع الاتحاد السكندري درجة تانية. ولكن بسبب اللي عمله جمهور الاتحاد السكندري، وبسبب ان الاتحاد السكندري بس هيهبط مع نادي المقاولين، ده كان سبب ان محمد صلاح يلعب موسم جديد مع نادي المقاولين. بعد القرار ده ما طلع، فعلا المقاولين فضل في الدوري، ومحمد صلاح بقى انفجر في الموسم دوت في الدوري المصري. اللي حصل ان ساعتها محمد صلاح لعب 15 ماتش، سجل فيهم 7 اهداف وعمل 3 تمريرات حاسمه. بس طبعا لسوء الحظ ان هو حصل احداث بورسعيد وقفت الدوري المصري، والدوري المصري وقتها ما كملش. لكن حصل ساعتها ماتش ودي، وقتها كان في فعلا انظار متجهه ناحيه صلاح من بازل بسبب تالقه في الدوري المصري. حصل ماتش ودي ما بين المنتخب الاولمبي وبين بازل السويسري. اتفق المنتخب الاولمبي على ماتش ودي مع فريق بازل، واتلعب فعلا الماتش يوم 16 مارس. على فكره محمد صلاح كان احتياطي في الماتش ده، بس لما نزل سجل هدفين. ده طبعا لفت الانظار ليه اكتر واكتر، وخلاهم يطلبوا ان هو يروح معايشه معاهم. فعلا بعد الماتش دوت صلاح راح عمل معايشه في نادي بازل في سويسرا لحد يوم 10 ابريل. وقتها اعلن نادي بازل التعاقد رسميا مع محمد صلاح. طبعا الباقي احنا كلنا عارفين، وعارفين انطلاقه المو صلاح، ان هو وصل دلوقتي ان هو من احسن المحترفين اللي دخلوا الدوري الانجليزي، من احسن اللعيبه العرب والافارقه في التاريخ. وساعتها محمد صلاح بقى هو فخر العرب. الخلاصه، لولا جماهير الاتحاد السكندري، طبعا لولا ربنا في الاول، بس لولا جماهير الاتحاد السكندري، ولولا ان الاتحاد السكندري هبط مع المقاولين في الموسم دوت، ما كانش صلاح ظهر. طبعا مكتوب مكتوب وكان هيظهر، بس انا بتكلم ان في سبب من ضمن اسباب ظهور المو صلاح جماهير الاتحاد السكندري. اتمنى ان اكون قلت لكم معلومه جديده فدتكم بيها. كان معاكم مصطفى جمال، الفوتبول شيف.